بسيطة. الحديد عنده ناقص لسه، تمام؟ احنا عند دكتورة أخصائية الأطفال. تمام؟ أزعل. هلا نحن بما انه هيك ناقصين بدنا نرزق ادويه كمان لهالقصص. تمام. شو سنود؟ شو؟ جات شافت له بده يكتبوا له كمان دواء. هدول كيف بيبقوا زلزال؟ بحكي الولد منيح، كل شيء صحي، بياكل كل شيء. بياكل كل شيء. لا عدس لا عدس ما بطعمه. فترة النمو عند الأطفال دائما هيك. عدس لا. يحتاج الطفل مع عناصر غذائية، معادن وهيك، فإجباري. هلا أول واحد سنود، بعدين ميرو، أحمد وأيهم. شوف شو عنده النقص هلا. اتركوا خليه يقعد لحاله. اتركوا نزول شوف. بدك حضن؟ فكروا أمك؟ ولا نانتك؟ فكروا أمك ولا نانتك؟ مو ايه فراحوا هلا فحصوا لهم ما عليهم حراره، ما عليهم شيء الحمد لله. عن كتبت 11.85. ايه بني في مخ عم يشتغل، بحفظ ميموري. ما في كنبايات ضيعوا. طلع في مطرح جنبيها بس خلص. قعدت ميرو غار منا، اجا هو غريب، في شيء متغير بالصوت. ما بعرف حل معلمك. من بعد عيد ميلاد خلص هو بحبك، ما حسسني ما بحبك. لا في مكتب جديد، من هيك هو جاي لعندي. يلا تفضل. يلا بسم الله. شوي هلا راح نشوف الدكتور عامل العلاج. طمن ايوه جايين عندك. لا غير وحده مغيرينا. يعطيك العافيه. ان شاء الله خلص خذ راحتكم انا تحت. طيب ما في مشكله يا ماما ما في شيء، ما تخاف. لا حملك والعظم. ايش في ليش ما في شيء الحمد لله. نقول على المدرسه علينا لا هو عنده حساسيه، هو كنا على اساس بدنا نراجع فطلعت الدكتوره ما بتيجي للساعه 2. بيشكي طلع بيشكي شو هي يا ماما واوا؟ هلا انا ماشي بالادويه اللي اعطتني اياهم، بس قلت في عندنا مراجعه تخليها تشوفه. فما انا جاي للساعه 2 بس هلا نحن قال رح نقيس لهم وزنهم، شوف حالتهم، لنشوف الاولاد شو صاير وزنهم. لازم نشرح اجره ولا شو؟ طالع وزنك لك 22 5 كيلو عم تاكل منيح. يلا زول عم بقول ايش في عم يطلع عندي الشهر عم يطلع زياده. جينا شيل ايدك على الكرسي ميرو. ايوه برافو. كمان طالع وزنك 2 كيلو، حافظان وزنكم انا. وانت كان وزنك 22 كنتوا نفس الوزن. طلع لي شو؟ اللي بعده طلع ماما طلع. ايوه ما شاء الله 30 حدود 30. هلا هلا سنود افندي حطه. وزنه 11. هلا اخر واحد طلع شو اسمه؟ احمد. حط سنود. سنود اطلع لفوق. يلا يلا لا يا بطل. ايدك على الكرسي. ايدك على الكرسي ماما. ايوه 11.85. انت ايها صح؟ اي ماما الاشبر عمرها تعمل. بدي اشوف له موعد لعمليه الجيوب، نسينا ناخذها. كانوا تصفر الولد. اغلب بده عمليه الجيوب. مامي ما في شيء، كيف تشوف حالها بس حالها. صار في ايام الشكل اوكي؟ من ابوها، اذا وراثيه مني. يا عمري. ليش امها ما دخلها؟ يلا خلينا نتحصل. عم نسالها انه تحت قلت العين. لها والله انا اولادي يعني بيناموا بكير وامورهم كلها تمام، انا ما دخلي ما تخاف ما في شيء. نفس لما سالنا لما كان عمرها 2 وقلنا الدكتور نفس الشيء. طلع بطول. عمري ميرا شوي عم تسعل، فالدكتورة رح تفحصها وتعطيها هيك دواء على خفيف. نحن ايه في نقص ميرو ايه هلا كانت شيكة سنود افندي فيتامين د مخزون السكر، مخزون الحديد وفيتامين د، وعطته كمان دواء للحساسية. خلصنا بالسنفور غضبان. انت ليش معصب؟ بس حديد ودار يمكن. شايف العيلة كلها حديد ودار. ايه طبيعي ما عم تعرضوا للشمس.
تتذكر مريم لما كانت صغيرة كانت تفضحنا بس ناخذها عند الدكتور. تصرخ فيه دوم مريم علاش الدكتور تحت العين ما دخلوا عندها منيح الحديد بس عندها عوز فيتامين د تمام. بس فيتامين د بس فيتامين يعني نقص كتير ولا شو؟ ايه في نقص بلا ايش طالع معه؟ هلا هو طالع معه 17 اوه 30 الطبيعي 30 اوه ايه بس مقتبطة منيح. بس الحديد عندها منيح يعني هذا السواد تحت العين ما دخلوا بالحديد او شيء هي وراثيه حتى هي عم تنام منيح وهيك بس على الاغلب ممكن يكون وراثي اصلا. في عندي شوي يعني من ابوها ايه ابوها اما ما فيها شيء من أبوها. اذا هذاك فيه شيء سند بيكون لامه يا لطيف. البنت لابوها دائما حتى ايه وراثي اوكي مشان تعلم شلون بيستنى دوره. نشوف احمد انا بظن احمد ممكن لو فهمته حديد وفيتامين د ابر اسرع دكتوره الابر ما له محدد عند الاطفال. لا لا ما عندي بحطه بحضني بعكرها حسب وضربيه العمر اللي كمان ابر اسرع واحسن اسمع مني كل شهر تاخذ ابره منين اي والله براسه الواحد مليون شغله منين دي يتذكر كل يوم يعطيك كل جمعه يعطيك حبه مدري كل يوم هلا سند عنده 3 قطارات وقطارة هو لحاله هذا عنده 4 قصص طلع مجرم الحرب بس طلع شوي حساسيه فوق الحساسيه بيروح بيضرب حاله بيجرح حاله. الحلوه ما فيها شيء مينو العسل شوفوا خابطه حالها هي وسند خابطين ببعضهم عاملين حادث صغير بالبيت. ما شاء الله شفتها فبس فيتامين د الحمد لله. وهي دور ايهم ايوه علمك كيف تغني بكره لازم هي ما بدك تخجل منها في تمارين لكن ماما انت ما بدك بس قول ماما ماما بالبيت صوته لنشوف اي احمد ممكن نعمل له عمليه الجيوب لنشوف هلا لوزاته اذا بده نشيل بنشيله بده لا هو عنده بيشكي موضوع الجيوب نفسه ما بيقدر ياخده من انفه كثير من تمه ايه حتى لوزاته اذا بينزلوا ما بيطلعوا بطلوا ينزلوا قلت لي روح حافظك انا عرفان ايش بدك هذا لا ننساه. لو معي الصلاحيه انا اشيل لك اياه. احمد ولا ايهم؟ هذاك ايهم هذا احمد. طب بدنا نشوف لك عن ايهم بس تحليله. لنشوف لا عن جد اذا هي بدي اشيله يعني ما هلا بصير. الجيوب لازم نشوف الدكتور اللي يعمل لي اللوزات انا هو بيحدد حتى موضوع اللوزات هو بقرر. خذ نفس بابا قطع نفسه قلت له خذ نفس قطع نفسه. هيك شكل قلم باجره شايفين ما خلانا نشيل له القلم بيزعبر يا جماعه صريخه بيعبي الدنيا بس تعمل له اذا عم تعمل له هيك صار يشوف اذا ما شالها بتشيل له اياها الدكتوره شايفين خلص قلت له خلينا نشيل لك اياها ما رضي هون بشيلوا له اياها بلكي بنكسوه احسن ما تمشي باجرك. ماما ما تخاف ايه رجع على شوف لا تطلع عليها ايش بدك طلع فيني انت تطلع بابوك تعلم الشموخ لا ماما عقمت شيلي ايديها ما فيها شيء ما بصير نرجع نعقم طلعوا علي ما علي تقول عندي مدرسه انا عبال تقول عندي مدرسه. المهم هي باجره لاحمد على الاغلب طالعه الحمد لله. هلا راح نشوف له موضوع الناميات او اللوز لوزاته اذا بحاجه لاستئصال ولا بحاجه للناميات لنشوف. بس لوزه ما عاد نزلوا من زمان مره واحده من وقت ما اجى لهلا من وقت ما اجى لعندي احمد وضعه غير وضعي. ايه مره واحده لوزه نفسه يعني الحمد لله لا عنده حرج يعني ليش في امور نحن اتبعناها فالحمد لله ما عاد نزلوا لوزه. الفكره انه عنده صعوبه بالتنفس يعني بيعتمد انه ياخذ نفسه من تمه. فلنشوف الناميات شغلتهم بسيطه ان شاء الله. هلا بدنا نعمل له صوره اشعه وعلى اساسها من وين صار الطريق؟ هنيك قسم الاشعه تعالوا المدرسه طلع كم واحد يا المهم اول ما تفوتوا هيك شوفوا هي كثير صايره حلوه الديكور هون. هي هون الاسوار مع المرايه حلو يعني بدل ما الحيط يكون فاضي عاملين شيء حلو. اوكي فهون بيجي غرفه السفره مع الدرسوار. طول عم بعمل جوله في بيتي كثير
حبيتهم بالاخص هلا على الجديد عاملين كثير شغلات مغيرينها، يعني مغيرين جايبين اساس جديد، شغلات جديده، سجاد مغيرين، حتى الديكوراسيون مغيرين كثير اساس. اوكي في هون طاولة سفرة، في هون طاولة سفرة حجمها كبير ما شاء الله، يعني بسع 1 2 6 8 كراسي هيك. كثير تفاصيل خفيفه، مثلا انا يمكن ما احطها، بس هن اخوي سوار ومرته يعني شو سلفتي ما كثير ذوقهم. لا اخوي سلفي والله ما بعرف مرته. المهم اسمها اليسا، فهي روسيه. هلا ما ورجتكم اياها لانه هي ما بتحب تطلع بالكاميرا، عم تقولوا لي ورجينا سلفتك ما بتطلع. المهم فالافكارهم غريبه، اوروبيه بحت، غربي غربي غربي، يعني انا ما بفكر هيك، مستحيل. بس هاي لونها ما ما بعرف فشوفوا ذهبي مع خشبي مع ما بعرف. بنلاحظ هذول يفهموا كراسي تبعنا بالجيب نفس الستايل. هون بيجي المطبخ. شفتوا اوكي هون بيجي المطبخ. المطبخ بيجي شو اسمه، بيجي على الصالون وحجمه كبير ما شاء الله. ام الزين هون عملت لي شوربة عدس، هلا بدي اكلها مع هيك اجواء. ما تركزوا هلا شوي في فوضى بالمطبخ، هي انا كنت عم بعمل شغل. اوكي المهم شيء حلو بتعرف شو بالمطبخ؟ شو؟ شفاط. ما في اذا طلعت ما في شفاط. هذا الشفاط وعلى فكرة كثير قوي. يعني ايش في دخنه تبع الطبخ بيروح لجوا هيك حاله بسحب من الضغط. المهم احلى شيء بالبيت لكم شو كمان القعدات، يعني في قعده هون، في قعده على الخيرات، في هون قاعدة، في قعده هون، في قعدات، في هون هيك حلو قاعدة. عاملين هيك كورنر حلو، قبل ما كان هيك مغيرين كل شيء. بتذكر عاملين حاطين صور العين. هي سلفتي لا صورة ابيض واسود يعني. صورة قديمة هيك كمان. عاملين هيك كورنر العين. ثواني بس خليني قبل ما نروح. المهم هيك بكون هون بيطلع هيك على جنينة، مو جنينة، تراس مسكر من فوق. شوفوا هلا امبارح كان اركب من بتعرفوا يعني. هلا هدول من شوي الاولاد تحمموا هدول هيك وبرا مطر. ف هون بطل على الجنينة. هون في قسم الجنينة عندهم كتير مساحة. عم تسمعوا صوت العصافير؟ مساحة الجنينة كتير كبيرة، في كذا قسم للجنينة. في هون هيك بيجي قاعدة هون، وفي هي القاعدة اللي هون كمان. اوكي يا مزين شوفي حجم هذا كتير حلو. هي ليك انا عم صور زوم اوت لهيك عبين يمكن حجمه صغير، بس هو حجمه تقريبا قد مزين. نص. انا هيك بيجي الصالون. خليني اورجيكم. تعالوا في هون صوبة للحطب كثير حلو. امبارح شغلوها على فكرة. ايه امبارح شغلناها وقعدنا. كثير كان قاعدة حلوة. قعدنا هيك بكون الصالون. كثير حبيت عاملين هيك ديكور حلو. انا بحب الديكورات اللي ضرب في الصالون. بحب ديكورات بشكل عام، بيلفت نظري، عرفتوا؟ بس هذا عن جد ذوقهم غير، هيك كثير كثير اوروبي كثير. هذا الكرسي كثير حلو، بتحسوه انه ما بعرف شغل شلون.